عليكم يا جدعان لحريم شارع الزور وكده. اخواتي انتوا في رمضان يعني شغل العبايات وشغل الكعب الاحمر وكده احنا بنموتوا، يعني بنصوم الصبح وبنتعبوا بالليل. فانتوا امشوا مبدأ ايه، احترموا نفسيكوا عشان احنا بنموتوا. احنا يا جدعان عندنا في الحضره النسوان بتطلع اول ما صلاه التراويح تخلص، يعني انت تبقى صايم الصبح والدنيا معاك خربانه وكده يعني. تيجي يا جدعان الساعه بالظبط 8:30 تطلع شارع الزور، تلاقي حاجات تفطر وحاجات قليله الادب. فاحنا يا جدعان عايزين نصلحوا الموضوع ده. كل بنت بتمشي شارع الزور لو شفتك هعورك. احلى مسا عليكم يا جدعان، احترموا نفسكم. ربنا ميز الإنسان عن الحيوان. الحيوان ما بيقدرش يمتلك غرايزه، يقدر يعمل أي حاجة غلط في أي حتة، حيوان. لكن البني آدم ربنا أنعم عليه بنعمة العقل، يقدر يتحكم في غرايزه. يعني الحيوان بس هو اللي ما بيقدرش. فاحنا اتضح ان احنا عايشين ما بيننا حيوانات ما بتعرفش تسيطر على غرايزها. علشان كده طلع كل يوم والتاني عيل من دول يهدد البنات ويقول لهم البسوا كويس عشان انا مش عارف اصوم. في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ هي الناس دي ما تعرفش ان اللي عمل كده اتحاسب واتجاب؟ هما لو ما كانتش وزارة الداخلية جابت الواد اللي عمل اول تهديد ولقت عنده بلاوي مسيحة وسلاح ابيض وليلة، الناس ما بتتعلمش. طور هايج في عنبر 7. في ايه؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ مين اللي فتح البكابورت ده علشان يطلع منه الصراصير وشوية اشباه رجال دي؟ انت مش قادر تسيطر على غرايزك، احنا مالنا؟ انت مش قادر تعمل كنترول على نفسك في الشهر الكريم ده، احنا مالنا؟ ذنبنا احنا ايه؟ طايح في الكل كده ليه؟ مين دول يا جماعة؟ شاربين ايه بقى؟ لان دي اكيد مش دماغ طبيعية يا جماعة. ما يعني دي مش دماغ طبيعية، ده اكيد حد مش مدرك. روحوا فتشوا بيته شوفوا بيشرب ايه ولا بيستعطى ايه علشان يطلع يقول الجملتين دول. مش خايف؟ طيب ما هو انت مش خايف من اللي انت عملته؟ مش عارف جزات اللي انت عملته؟ مش عارف ان دي مشكلة كبيرة؟ انت بتهدد مجتمع وبتهدد السلم العام، وكم قضايا اي محامي يقدر يقولك عليها. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ في ايه يا جماعة؟ مش قادرين تستحملوا نفسكم شهر؟ لا ما حدش يمشي قدامي بجلابية ولا مش عارف في ايه. ليه شايله على دراعك وماشي؟ في ايه؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ زبون جديد اهو لوزارة الداخلية، لما نشوف اخرتها ايه. حد يقفل لنا بقى البلاعة دي، شكلنا هنتعب وزارة الداخلية معانا اول يومين دول.